تطور كبير طرأ على فريق المصري البورسعيدي منذ تولي كامل أبو علي رئاسة النادي، وأصبح المصري قادرا على المنافسة على مركز متقدم في جدول الدوري بعد أن كان يعاني من شبح الهبوط خلال المواسم الماضية. وظهر الفريق البورسعيدي بمستوى جيد في افتتاح دوري هذا الموسم حينما حقق فوزا كبيرا على غزل المحلة في عقر داره بثلاثية نظيفة. أبو علي وضع على عاتقه عودة النادي العريق إلى مكانته الطبيعية، وقام بتدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل حجز مكان أساسي في خريطة كرة القدم المصرية. وعلى رأس هذه الصفقات سعد الدين سمير ومحمود توبة وعبد العزيز توفيق وعصام عبد العاطي ومحمود شاكر، ليكونوا قوة ضاربة للفريق مع نجوم الفريق القدامى مثل أحمد الشناوي الحارس الممتاز والمدافع القوي إلياسو وصانع الألعاب محمود عبد الحكيم. كما تعاقد أبو علي مع المدير الفني الكفء طلعت يوسف، أحد أفضل مدربي كرة القدم المصرية. وكان أبو علي قد تولى رئاسة النادي المصري في أعقاب وفاة سيد متولي رئيس النادي المصري عام 2009، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط، كما نجح في تكوين فريق جديد للمصري له شكل مميز في الموسم الماضي، قبل أن يقرر المهندس حسن صقر مد فترة تعيين المجلس لمدة عام إضافي في أغسطس الماضي من أجل مزيد من الإنجازات لجماهير بورسعيد تحت قيادته. أبطال رفعت اسمها